5 حاجات لازم ناخد بالنا منها علشان نحافظ على أولادنا. أول حاجة، بلاش الأب والأم يوافقوا إن ابنهم أو بنتهم يروحوا عند أصحابهم في البيت. ولو انتوا أب وأم محترمين ومربين أولادكم، مش كل الناس زيكم، ولا أصحاب ولادكم يجوا عندكم في البيت. 2، بلاش الحرية الزيادة عن اللزوم اللي من غير رقابة. أكون رقيب على أولادي، مش نايمة في العسل لحد ما المصيبة تحصل. أروح لابني الدرس فجأة وأشوف موجود ولا لأ. بنتي أوديها بإيدي الدرس واستناها، إيه المشكلة؟ ولو ولادي بيروحوا المدرسة لوحدهم، أروح واستنى بره وأشوف موجودين ولا لأ. أشوف بنتي ماشية إزاي وأصحابها مين وابني مصاحب مين. 3، بلاش النت والموبايل 24 ساعة والمواقع مباحة في ايد ابني من غير ما اعرف هو تفكيره ايه. ويكون في رقابة جديدة على الموبايلات، وصاحب أولادي واتكلم معاهم. لغة الحوار مع الأولاد بتغير تفكيرهم، هتوجدي أخلاق ومبادئ جواهم وبتعرفيهم الصح من الغلط. 4، أتكلم مع أصحاب أولادي وأعرف تفكيرهم إيه، وهم شبه أولادي في التربية ولا تربيتهم مختلفة. وطبعا لو التربية مختلفة أبعد أولادي فورا. 5، وأهم حاجة وآخر حاجة، التدين. أكلم ولادي في الدين وأكلمهم عن الأنبياء وأعرفهم دينهم، وإنهم لازم يصلوا ويصوموا ويخافوا من ربنا. أي حاجة غلط بتحصل لأنهم مش بيخافوا من ربنا. أي جريمة بتحصل لا يمكن وراها حد ملتزم في الصلاة والصيام وحفظ القرآن. أولادك هتبعد عن ربنا، هتبعد عن كل حاجة صح.